دوست على موقع، هو هنا اهو listenaminute.com، ده كده الموقع بتاع الاستماع. هو مقسم التوبكس زي ما انتوا شايفين كده، اوكي، لتوبكس، لمواضيع. تمام. طيب ده هنا انا بسمع لمدة دقيقة، يعني انا هنا ده مثلا الماراثونز انا دوست عليه، ده هنا لمدة دقيقة استماع اهو، وده السكريبت تحته. تمام. طيب بالنسبة للأسئلة دوستي على ايه؟ هنا اهو ESL discussions، هنكتب اهو كده، كاتبة في البار في السيرش بتاع جوجل ESL discussions. تمام. برضو هنزل تحت كده، اوكي، هنا مثلا animals، وبلاقي الأسئلة. بس لو انا عايزه اربط الاتنين ببعض، يمكن انا هناك دوست على المارسون، فانا هنزل مثلا لحد حرف الام، اوكي، واشوف لو في مثلا موضوع عن الماراثون، اوكي، بس ما لقيتش. مثلا كان في هنا ماركتينج، دوست مثلا عليها، هناك كان في ماركتينج، وابدا اللي انا اسمع، وهنا مثلا في حاجات اقدر اللي انا اجاوب عليها. مفيش اجابه صح ومفيش اجابه غلط، اوكي. الاسئله ديت مجرد اللي انا بستخدمها، تمام، عشان اسجل لنفسي، عشان ابلاي المحادثه مع نفسي، اوكي، مش هحتاج حد، فانا بستخدم الاسئله ديت عشان اتكلم. تمام. بس المواقع تاني يا شباب اسمها ايه؟ ESLdiscussions.com، والموقع بتاع الاستماع اسمه listenaminute.com.